راس الحربي. نعم. شلون صارت هاي؟ تصير بالعراق. شلون؟ يعني هسه المشاهد راح يستغرب. نعم. بعد الإصابة ورجعت للعراق كانت المعارك بعدها مستمرت، بنيت رسالة سميتها رسالة نور، أنه كيف أعكس الظلام اللي أعيش فيه نور للآخرين. فالخطوة الأولى أنه لازم أرجع إلى أرض المعركة، أبدأ مع مقاتليني. الجندي مالتي من يشوفني وأنا بهذه الوضعية ودا أقاتل ينسى كل همومه، ينسى كل التعب اللي هو فيه، راح ترتفع معنوياته. يعني أبسط شيء يقول لك هذا ما يشوفه دا يقاتل أنا إيش فيا لعد. المنازحين أيضا من يشوفونك هو داخل طالع من دمار وطالع من موت، بيته متهدم ووضعه تعبان، حياته متهدمة، بيته لا شيء أمام حياته وعائلته وأسرته وما يعرف طالع وين، لربما ينقتل بالطريق. من يشوفني يعني يظلون صافنين، فأصيح عليهم طلعوا، أحس احنا بيا حال طلعوا، يعني يشوفون شنو هذا، معقولة ما يشوفوا جاي المعركة؟ فعلا. فكانت هي الرسالة انه احنا